برج الثور عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. خلونا نتكلم مع بعض النهاردة على أهم التوقعات الخاصة بالأسبوع الأخير من شهر مارس 2026. الأسبوع ده مهم جدا. ليه؟ لأننا بنتكلم عن فترة من يوم 23 لحد نهاية الشهر، ودي فترة فيها تغيرات كتير وتأثيرات فلكية واضحة علينا. خلينا نبص الأول كده على حركة الكواكب عشان نفهم الصورة بشكل كامل. الشمس موجودة في برج الحمل ومعاها كمان الزهرة، وده بيدي طاقة قوية جدا ناحية البدايات والحركة، بس برضو فيها اندفاع شوية. كمان زحل ونبتون في الحمل، فده بيخلي في دروس مهمة بنتعلمها، خصوصا في الحاجات اللي كنا بنهرب منها. المريخ موجود في الحوت، وده بيخلي طاقتنا ساعات تهدى وساعات نبقى كده تايهين شوية. عطارد راجع للحركة الأمامية في الحوت، فده بيخلينا كمان إننا نبدأ نفهم حاجات كانت متلخبطة قبل كده. المشتري في السرطان، وده بيدعمنا عاطفيا وعائليا كمان. أورانوس معاك انت كبرج الثور، فبيعمل تغيرات مفاجئة في حياتك، وبلوتو في الدلو بيأثر على شغلك ومكانتك. طب نخش بقى على الأيام ونفهم الدنيا ماشية ازاي. أحلى أيام عندك يا طور في الأسبوع ده هي يوم 25 و26 ونهار 27. القمر وقتها في برج السرطان، وده بالنسبة لك بيتك التالت، يعني تواصل، حركة، مقابلات، مشاوير وكلام كتير حلو. الوقت ده مناسب جدا إنك تصلح علاقات، تراضي حد زعلان منك، أو حتى ترجع الود بينك وبين حد كان بينكم مشاكل. هتحس كده إنك أهدى وبتعرف تتكلم كويس وبتقرب المسافات بسهولة. فاستغل الأيام دي في أي حاجة محتاجة حضور منك، أو مقابلات، أو حتى خروج مع ناس أنت بتحبهم. بس الأحلى كمان بقى عندك يا برج الثور يوم 30 و31، وده من مساء 29 كمان. القمر هنا في برج العذراء، يعني في بيتك الخامس، وده بيت الحب والفرح والبدايات. هنا بقى في طاقة حلوة، رجوع علاقات، تصليح أمور عائلية، دفى، حب ولمة حلوة. ممكن كمان يكون في رجوع حبيب أو مشاعر قديمة بتتحرك تاني. الوقت ده مناسب جدا لأي بداية، سواء مشروع أو خطوة جديدة في حياتك. هتحس كده إنك قادر تلم نفسك وتبدأ من جديد بطاقة أحسن. لكن خلي بالك بقى من الأيام اللي فيها شوية توتر، من مساء 27 ويوم 28 و29. القمر في برج الأسد، وده بيتك الرابع، يعني بيت العيلة والبيت نفسه. هنا ممكن تحصل شوية مناوشات أو عصبية أو سوء تفاهم. أهم حاجة تاخد بالك من التسرع، لأنك ممكن تقول كلمة كده تندم عليها، أو تدخل في جدال يكبر منك. كمان بلاش مجازفات، خصوصا في أوراق رسمية أو مشاكل قانونية، أو أي حاجة فيها مخاطرة. ركز كمان في علاقاتك مع العيلة، بلاش سوء الظن، وبلاش تخلي حد يدخل بينكم ويعمل مشاكل. ممكن يبقى في حد بيحاول يوقع بينكم أو يزرع شكوك، فخليك واعي جدا للنقطة دي وما تمشيش ورا أي كلام. نيجي بقى للشغل. الفترة دي كأنك بترجع ترتيب ورقك من جديد. ممكن فرصة قديمة ترجع لك، أو شغل كنت سبته يرجع تفتحه تاني، كأنك كده بتعيد حساباتك وبتحاول تستقر من جديد. لو كان في مشاكل في الشغل، فأنت دلوقتي بتقرب تحلها وتهدي الأمور. كمان في علاقات شغل بتتحسن، وناس ممكن تدعمك وتقف جنبك. بس رغم كل ده، في جواك إحساس كده بالقلق أو حزن شديد، يمكن بسبب حاجة قديمة أو خسارة حسيت بيها، أو فرصة ضاعت منك. فالإحساس ده مخليك بتجلد نفسك شوية وبتفكر كتير في اللي فات. لأ، حاول تطلع من الحالة دي. اللي حصل خلاص حصل، ومفيش فايدة إنك تفضل تعيد فيه. بص لقدام وابدأ من جديد. مهم جدا كمان إنك تبعد عن المقارنات، سواء أنت اللي بتقارن نفسك بحد أو حد بيقارنك بغيرك. الفترة دي لحد 10 إبريل ممكن تحس بده جامد، فبلاش خالص تدخل نفسك في الحتة دي، لأنها بتكسرك نفسيا. كل واحد ليه ظروفه وطريقته، وانت أصلا عندك مميزات كتير جدا، بس المقارنة هي اللي بتضيع ده كله. نيجي بقى للعيلة. في لمة حلوة جدا في الأيام الحلوة اللي قلنا عليها، خصوصا 25 و26 و27، وكمان 29 و30 و31. ممكن يكون في تجمعات أو مناسبات أو قعدة حلوة ترجع لك طاقة حلوة. بالنسبة للمقارنات برضو خد بالك منها يوم 23 و24 في الشغل والفلوس، وكمان 28 و29 في حياتك الشخصية. بلاش تسمح لحد يحطك في مقارنة أو يشككك فيك. نيجي بقى للحب.
الأسبوع ده فيه شوية حساسية، ممكن يكون في حد بيتدخل في حياتك العاطفية وبيعمل مشاكل. خليك واعي جدا لده، وما تديش فرصة لأي حد يدخل بينك وبين شريكك. كمان بلاش تقارن علاقتك بعلاقة حد تاني. في حد ممكن يحاول يحسسك إن في حاجة ناقصة عندك، أو يعمل لك توتر في العلاقة. فخليك ثابت وما تلبسش في الطاقة دي، لأنها لو دخلت جواك هتتعبك. في نفس الوقت في رجوع علاقات قديمة، الماضي ممكن يخبط على بابك. القرار هنا قرارك انت، ومفيش أي حد من حقه يفرض عليك رأي. انت كبير وعارف مصلحتك كويس، واللي أخد قرار قبل كده يقدر ياخد قرار تاني وتالت. العلاقات المستقرة كويسة جدا ليك يا برج الثور، بس بشرط تبعدوا عن تدخلات الناس. أما البدايات الجديدة فالأفضل إنك تأجلها شوية، خصوصا لحد بعد يوم 31 مارس. ودي كانت أهم توقعات الأسبوع الأخير من مارس لبرج الثور. بتمنى لكم كل الخير والسعادة والصحة. وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. ودلوقتي هقول لكم باي باي.